ارتباط مباشر بحاجة المواطن والمختصة بمشاريع البلديات، مشاريع الماء، البنى التحتية، إلى المشاريع الأخرى اللي يتم إنجازها من خلال محافظة ميسان. والله هذا الرجل استاذ علي دواي، اشوف يعني اصعد بتاكسي الناس تحمده، يعني وين ما كان وين ما اروح القاه بالشارع. يعني الرجل لابس بدلته الزرقاء ويتابع العمل. محافظ ميسان أحسن محافظ بالعراق. يعني المحافظ تريده بالليل يشتغل، بالنهار يشتغل، مو بس بأثناء الدوام مالته، يشتغل حتى بالليل، يعني لحد الوحدة بالليل، الثنتين بالليل، الثلاثة بالليل يشتغل. هذا يتطلب أنه عمل يومي، عمل دؤوب يتصل الليل بالنهار، ولذلك شوف أنه يوميا إحنا ما عندنا ارتباط وثيق بالمكتب، وإنما ارتباط وثيق بالشارع، سواء كان ما يرتبط هذا الشارع بحياة المواطن أو شارع بما ينفذ من مشاريع. في الوقت ذاته اختارته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية كأفضل شخصية حكومية محلية في الشرق الأوسط للعام الماضي في مجال العمل والخدمات، وجاء الترشيح للنتائج المتحققة في إنجاز الموازنات المالية ومتابعة المشاريع المنفذة بشكل دوري وارتفاع نسب الإنجاز في العديد من المشاريع السابقة. وكون السيد المحافظ متابع ميداني وينزل إلى الساحة في مختلف الميادين، هذا يؤدي إلى طبعا تجاوز المشاكل التي تواجه العمل في ميدان العمل دون الانتقال إلى العمل المكتبي وما يخلفه العمل الروتيني من إطالة مدة معالجة المشكلة. سعد علي دواي محافظ جيد وخدم المحافظة وسوى أحسن محافظة بالعراق، وإنسان جدي واشتغل عدل. وصول ميسان للمركز الأول ضمن تصنيفات وزارة التخطيط للأعوام الثلاثة الماضية، وحصولها على المركز الأول بأفضل شارع من بين محافظات العراق، وإنجاز أكثر من 80% من مشاريع البنى التحتية، كان بفضل المتابعة الميدانية لمحافظها وسائر مسؤوليها. ولأن الغرابة باتت ملح حياتنا